السلام عليكم اخوان، بخير، جمعه مباركه ان شاء الله تكونوا لاباس. هذا الفيديو هذا والله ما كنت غادي نديرو، قلت خليه حتى نهار الاثنين يخرج الحكم ونقول لكم شنو كاين في الحكم ديال اللي صدر في حقي. ولكن ماشي مشكل، غادي نزيد نوضح واحد النقطه مزيانه سيرتو ليكم والشرطه والشرطي اللي جا عندي للدار وقال للمراه طلبي الطلاق باش تحمي راسك. علاش اخويا انا ارهابي؟ لقيتيني جاسوس، لقيتيني شنو كندير؟ مغربي بغيت نعبر على كونتو كيوتيوبر، طلبت الاذن من الدوله الجزائريه والشعب الجزائري واش تسمحوا لي نعبر على رايي كمغربي ولا كرعيه اجنبي ولا كاجنبي مقيم في الجزائر على بلادي، على واحد الحاجه اللي انا تربيت عليها وكبرت عليها. ما عندي انتماء سياسي، ما انا متحزب تابع لشي حزب، ما الانشطه ديالي في الجزائر كانت تجاره. الفروج هو صافي سمعناك. عبرت على رايي، قلت باللي حنا كمغاربه كنعرفوا الصحراء المغربيه والحدود المغرب من طنجه للقويره، هادشي اللي قريناه وهادشي اللي كنعرفوا. انت كجزائري عارفوا تيدوزوا في النشره الجويه ديال النشره الاخباريه ديالكم في المقررات الدراسيه ديالكم على هناك ما يسمى بجمهوريه الصحراء الغربيه، وان كاين واحد الشعب مضطهد ومستعمر من طرف المغرب. داكشي اخويا مرحبا على الراس لين، متفق معاك ونناقشوا على الطاوله، ولكن ماشي تصنفني انا كما عرف شنو ودوزني قضيه للمحكمه. المواطن المغربي الحمد لله، راه كنا الشعب الجزائري راه كنت تما، راه كنت معاشرو والله يعمر ليهم الدار وبخير وعلى خير. ولا نهضر دابا بهذا اللسان هذا راه حقي نهضر، لان نهضر ما يمكنش ما نهضرش. لما هضرتش غادي نكون اكبر منافق. هي ديال بصح ما يمكنش انا شي حاجه عارفها وما ما عجبانيش غادي نقول لك والله عندك الحق فيها. عندك الحق في بزاف د الحوايج، عندك الحق انني ما نشوهش لك بلادك، ما نصورش الحوايج اللي خايبين في بلادك. ملي كنت في الجزائر راه مده 4 سنين ولا 5 سنين وانا في الجزائر، ما حاسبش المده شحال، ولكن راه مده طويله. زعما ما عمري شي نهار حطيت فيديو خايب على الجزائر ولا صورت لي نيجاتيف ديال ديك البلاد، ولا كنصوروا غير الحوايج زوينين. الحمد لله ما شفنا من داك الشعب الجزائري بعدا ما شفنا غير الخير. ودابا راه ماشي كتقول تعض اليد اللي تمدات ليك ولا كنكر العشره، ولا الا بغيتي تفهم راه غتفهم. راه انا كنعبر على رايي، راه حريه التعبير راه ما داخلاش في قله الاحترام ولا قله المله ولا تاكل الغله وتسب المله وزعما راني نكرت الخير. الا اختلفت معاك راه بصح غادي نختلف معاك، حيت انا صريح. النفاق راه هو انني نجي نمدح فيك صباح وعشيه، ونهار تكون حاجه ضد بلادي ونعرف باللي بلادي ما غلطاش فيها. انا كبرت على واحد الحاجه كنشوفها هكذا، انت كتشوفها في جهه اخرى الله اعلم. هذاك ممكن يكون عندك الحق، ممكن ما يكونش عندك الحق. مثلا نهار الفروج هذا ديال الشوايه بلاتي عليك، جيت حدا واحد الفيرما جالس كنهضر معاكم. نهار ولد الحاجه المغربيه فاش ديك الحاجه هبطت في الجزائر، دار واحد التصريح ما وضحش فيه بزاف الامور، نظرنا فيه قلنا ليه غتقول لنا شنو واقع لك في الجزائر، سينو راك انت اللي غلط. ديك الساعه عجبتكم وحبيبكم وتحيه كريم وكريم بن عربي الرجوله وانتم المراركه ولد الناس، انا ودوك صحابي اللي بنا. راه حنا المغاربه دايرين هكذا، الا فينا الحق حنا غلطين راه نقولوا فينا الحق. هذاك السيد راه كان قال شي كلمه ما عجباتناش وما هضر باللي قال لك راه وقعوا لي شي حوايج في الجزائر، ما وضحش. قلنا له اخاي ما ديرش هذا الفعل، ماشي ديالنا هنايا، كنتي توضح تقول شنو كاين بالدليل وبالحجه، حنا معاك. غلطتي راك غلط. جيت انا وقع واحد المشكل ديال نهضرت بركان لعبت بالخريطه، عبرت على رايي كمغربي، قلت له حنا المغاربه راه قلت له الفيديو راه مازال في القناه، حاجه عاديه هذه. راه ما تدعيش انك اخاي الشرطي تجي للمراه تقول لها وطلبي الطلاق الا بغيتي تحمي راسك. والله العظيم جاو عندها 3 البوليس للدار، وفي ذاك لونكات في التحقيق شي واحد فيهم قال لها طلبي الطلاق باش تحمي راسك. تحمي راسك على زعما شنو كاين؟ ما نهضرش على حاجه عاديه. اش ديروا؟ تقتلوا الولاد؟ سير اخويا تكلف يلا. انا صدرتي في حقي حكم، قلت له هو من الاجانب الغير مرحب بهم في الجزائر، انا وديت عبرت على رايي مرحبا. انا الجزائر ما مشيتش لها المراه هذه تقريبا راه شي عام وشي حاجه على وديت، حيت انا عرفت باللي الخطر بدا كيقرب ليا من التهديدات. من هذا البرنامج هذا نوريكم، من هذا البرنامج انا حطيته في الانستغرام. بالمناسبه الانستغرام عندي راه فيها كريم بن عربي فاميلي. بلاتي هذا هو لكم برنامج اللي كانوا غيدوزوني فيه في 2022 وما بغيتش ندوز ليهم فيه. ديك قناه الجزائر الدوليه، قناه خاصه هذه ولا عامه ولا ما نعرف، بغاو ما بغيتش دوزوا هاد المغاربه. انا نوريكم واحد فيهم. صباح الخير اخويا، جمعه مباركه. درتها في ستوري. القناه اللي كنبغيو ندوز معاهم فيها 24 نيوز، هذه الجزائر الدوليه. عرفت انا بالقالب صدقوا دوزين واحد 2 مغاربه في وهران. شو دابا دار الفقر زعما في المغرب؟ سمعت الصوت يا ربي كنت تسمع الصوت. المغرب بحال هكذا صدقوا الدجاج شو المغرب كيجيبين الفقر؟ كيدوزوك انت كيسولوك واش بخير واش عايش في الجزائر بخير، انت على نيتك كتجاوب، مبالكش انت راه كاين هادشي في المونتاج.
سير بلاتي. من ضيق العيش إلى سعة الرزق. آلاف المغاربة يهرعون إلى الجزائر هربا من واقع أليم ببلدهم يجرهم نحو مستقبل مجهول، واقع دفعهم للبحث عن بديل. جايزة عايشين في خير اخو زملاء. عاود المغربي اللي قال سوقش عادي. يحظى محمد نظير عمله بالأجر المتفق عليه مع رب عمله فقط، بل تفتح له الأسر بل تفتح له الأسر الجزائرية بيتها. مرحبا، الأسرة الجزائرية فتحت لنا بيتها على الراس والعين، ولكن ما تجيش تضحك عليا. انا تدوزني في برنامج تقول لي كيفاش كتعيش مع الشعب الجزائري، وكتقول انا نجاوبك انا بلي الله يعمر لهم الدار وبلي حنا خدامين بخير وعلى خير وراه حنا كذا، وفي الاخر تجي تقول لي راه مهروبا من الفقر الى راه غادي الحياه وكذا. الفقر راه كاين في امريكا، راه فيها الفقر، السعوديه راه فيها الفقر، اغنى الدول في العالم راه فيهم الفقر. هادشي انا علاش ما هضرتش عليه، راه في 2022 وراه احداث وقعوا لي في الجزائر. ما عمري هضرش، ما عمري قلت حتى شي كلمه العيب في ديك البلاد. ما كنكروش حنا الخير، ما كنكروش حنا الملح والطعم اللي كنشاركوا مع صحابنا. ما عمري فكرت نهضر على هذا الشيء، حتى دابا ما عمريش باغي نفكر نهضر، ولكن راه مضطر باش نهضر ونوضح لكم بلي انا كنت ولد الحرام. راه في 2022 غادي نهضر على هذا الشيء اللي وقع ليا. حتى دابا فاش جيت المغرب ما جيتش انا على اساس قطعت رجلي من الجزائر، كنت قادر نعاود نرجع. واخا ان التجاره ديالي اللي كندير فاش جا النظام الجديد ديال تبون راه حبس داك الاستيراد من المغرب، حبس. راه كان شركات الاستيراد كيجيو من المغرب للجزائر، راه الملايير السلعات اللي تسيزات للناس حيت جايه من المغرب. من تما عرفت باللي ان صافي الامور ما بقاش في التجاره، وانا مستحيل نخدم في الجزائر مثلا عند شي حد شي سوسيتي ولا عند، لانه الصالير في الجزائر ما غاديش يساعدني هنا كمغربي. هنا في المغرب راه مثلا درنا ديك النهار واحد المقارنه، قلت لهم راه الجزائر فيها الغاز رخيص، فيها ليسونس رخيص، فيها المازوت رخيص، فيها شي حوايج رخاص مثلا، ولكن راه عاوتاني على حسب الصالير ديال الجزائر. الموظف الجزائري مثلا شرطي في الجزائر راه كيشد 4 5 ملايين اللي هي 2000 درهم 2500 درهم. في المغرب راه كيشد البوليسي هنا 6000 درهم 7000 درهم. هنا اللي خدام موظف احسن ليه ما يخدم مثلا حرفي هنا في المغرب، ولا تخدم هنا في التجاره. في الجزائر تخدم في الصناعه ولا في التجاره احسن لك ما تخدم انك موظف ولا مثلا في العام في بيبليك ولا حتى في البريفي شويه. لانه علاش عاوتاني هما حاسبين لي واحد مثلا الغاز والماء وداك الشيء راه رخيص عندهم في الجزائر، تريسيتي وداك الشيء راه رخيص. كتجيك في 3 شهور كتجيك واحد 150 درهم في 3 شهور فيها الماء والغاز. في المغرب لا، في المغرب كل شهر خصك تخلص داك الشيء غالي، وهو زايدين لك في الصالير كتشد مزيان، ولكن عاوتاني راه ناقصين لك، عاوتاني كتخلص لي فاكتور. حنا لوتوروش عندنا هنايا راه كتخلص عليها، طريق الصغير كتخلص عليه. ليسونس مثلا في الجزائر راه 2 دراهم، هنايا راه 10 دراهم. الشهريه مثلا ديال فام ضميناج في الجزائر شحال نقولوا واحد 1800 2 ملايين ولا 2 ملايين كاع و200 اللي هي تقريبا 2 ملايين و 200 ميم با 1000 درهم. هنا في المغرب راه على الاقل واحد 2000 2500 2800 درهم. يعني هذا الزبال هنا حاشاكم في المغرب راه كيتيري واحد 6 7 ملايين، ولكن راك داك راه ما غاديش تعيشوا بخير، راه بحال تقريبا. في الجزائر راه كيتخلص الزبال حاشاكم، راه حاشا حنا تنقولوا الزبال، حنا مولين الزبل. عامل النظافه، سمحوا لي على ديك المصطلح خرج مع بالخطا، عامل النظافه راه حنا الزبل راه حنا اللي كنلوحوه. عامل النظافه في الجزائر كيتخلص شحال واحد 1800 2 ملايين، راه يلاه ما كاملش 1000 درهم في 2025 مازال. راه تما شي حوايج ناقصين وزويونين، شي حوايج هنا في المغرب عاوتاني ناقصين وزويونين وغاليين. عاوتاني عندنا في المغرب راه عندهم هما رخاص. السردين مثلا حنا اللي هنا غير في المغرب تنلوحوه، في الجزائر راه غالي شويه، راه قاصح في الجزائر نيت ديال بصح. مثلا البوطه في الجزائر ديك قرعه الغاز راه ب 10 دراهم، هنا راه عندنا قرعه الغاز بشي 45 درهم. ملي كنهضر بحال هكذا راه ماشي كنمدح، انا ما خصنيش نبقى نمدحك يا خويا الجزائري، انا ما خصنيش نبقى نمدحك ونقول لك انت راك بيرفكت 100% باش نكون صاحبك. الا صاحبك راه خصك تقبل هاد الهضره هادي. والمغربي تا هو راه ملي كنت كنشكر في الجزائر راه يقول لي واه عيقتي كتشكر، راه داكشي كنت كنقولوا راه حقيقه. زعما ملي كنمشي شي بلاصه زويونه كنصور على الجزائر راه حقيقه، استقبال زويون راه زويون. شي حاجه رخيصه في الجزائر بحال داك التيريفيريك اللي كنا كنطلعوا فيه رخيص بزاف، هذاك بحال لافابور هادي باقي دابا حيت انا في بلادي وكنقولها. كاين حوايج في الجزائر رخاص. علاش انا بلادي ملي كنت تما كنهضر على كنشكر بلادي متقبله عادي. دخلت شي واحد ما هضر معايا مني جيت من الجزائر لهنا وقع واحد المشكل
وقعوا مشاكل من قبل، ولكن انا كنت حاس باللي لا هضرت غادي يوقع لي شي مشكل، اقسم بالله، حيت كانوا التهديدات عليا بزاف. علاش مني وقع هاد هضرت على خارطه المغرب وقلت لك ما انا كمغربي كنامن بمغربيه الصحراء، ناضوا كي البوليس جاو عندي للدار في حقي قضيه. حتى نهار الاثنين راه خرج الحكم ونقول لكم شحال تحكمت، وقالوا له هو من الاجانب الغير مرحبين في الجزائر، قالوا له قولي لي بحال هكذا. على اي حال جمعه مباركه، واللي في القلب 1 2 3 فيفا لالجيري والصحراء المغربيه من طنجه للقويره، وخوتنا الجزائريين في القلب. تفاهمنا مرحبا، ما تفاهمناش مرحبا. وهذاك مصطفى بونيف اللي كتحرض على بنت بلادك، سير اخي تكلف ولا دبر راسك. انا راه لا حول ولا قوه الا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. وانت راك ما فيك خير، انت عرفتي علاش ما فيك خير؟ لانك انت كنتي داير واحد الصفحه شحال هذه قبل زمان بدانا اليوتيوب، وكنتي ديما كتمدح في الشعب المغربي وكتهضر على خاوه حتى كتبت الارشيف ديال ديك الصفحه بلاطات ديالها. مني دقتي شي جهه ولا جهه اخرى قالوا لك سير سب المغرب وغتاكل معنا الخبز، سير ديرها. انا ما عمري ندير هاد الخدمه اللي كدير انت ديال التيهوديت والخدمه ديال الصهاينه ديال بصح، هي انك تفرق ما بين الشعبين المسلمين وتزيد تحرض على بنت بلادك. بنت مسكينه، السيده راه عائلتها عندها شي 14 شهيد في العائله ديالها، اللي انت جالس كتقول لها بنت الحركي ومزوجه بمروكي. المهم الخوت، خلاصه القول فهمتوني هي هذيك، ما فهمتونيش اخوتي ما عندي ما ندير لكم. هادشي حنا راه كنديروه لوجه الله. انا ما تسناش مني نسترزق على، انا كاع ما تسنى مني نعاير الشعب الجزائري ولا الشعب التونسي ولا، ولكن كاين شي حوايج نهضروا فيهم بالادب وبالاحترام. انا ما عمري راه شحال من عام عايش في الجزائر، عمري صورت عليها شي حاجه خايبه، عمري بارطاجيت معكم شي حاجه خايبه. حتى دابا فاش جيت المغرب عمري سبيت الجزائر، كنهضر فيديوهات ضاحكين لاعبين، ما هضرت على الصحراء المغربيه. راه مغربي، راه تبقى ديما ديك هي الفكره ديالي. اختلفنا شويه، مسامح، الله يعاونكم. هادشي درت وانا تبقى ان شاء الله صدقه جاريه، تبقاو ديما خوتنا وحبابنا. الله يعاونكم، سلامه.